بدأ يضحك على الحكم معتقدا أنه أحرجه على الهواء مباشرة. قام الحكم مع أنه في الحقيقة لم يكن هناك تظاهر. كان أديلي يركض نحو المنطقة عندما دفع المدافع بوضوح ساقه، سقط على الأرض. الجميع اعتقد أنه ركلة جزاء، لكن الحكم أخرج البطاقة الصفراء للتظاهر. فقد أدلي أعصابه حرفيا، خلع حذاءه وأراه للحكم وكأنه يقول انظر حتى حذائي خرج. لكن الحكم لم يهتم، لم يكن هناك ركلة جزاء. فجأة تدخل حكم الفيديو المساعد في AR. ذهب الحكم إلى الشاشة وصمت الملعب، شاهد الإعادة ثم استدار وألغى البطاقة الصفراء وأعلن عن ركلة جزاء. ابتسم أدلي كما لو أنه اكتشف خدعة سرية، حتى أنه عانق الحكم. ركلة جزاء، هدف. استمر الجميع في متابعة المباراة، لكن كرة القدم لم تنته بعد من مضايقة الحكم. بعد دقائق سقط أدلي مرة أخرى بعنف داخل المنطقة. كانت مخالفة واضحة جدا، ورأى الحكم سقوطه وركض نحوه كما لو كان ينتظر الانتقام. مرة أخرى البطاقة الصفراء للتظاهر، لكن أدلي بقي هناك ضاحكا، لم يغضب، لم يحتج، فقط ضحك لأنه يعرف ما سيحدث. حرفيا قال للحكم اذهب لتراجع في AR. عاد حكم الفيديو للاتصال وذهب الحكم مرة أخرى إلى الشاشة. ضحك الملعب بأكمله، شاهد الإعادة ثم استدار وألغى البطاقة الصفراء مرة أخرى وأعلن عن ركلة جزاء ثانية. انفجر الملعب فرحا. الآن أدلي والحكم صافحا بعضهما كأنهما أصدقاء قدامى. الركلة الجزاء الثانية، هدف. المباراة فزت.